الست الغنية قررت تختبر ابنها اللي غايب عنها بقاله 24 سنة، فتنكرت في هيئة عاملة نظافة. المفاجأة إن ابنها ما بصش لها باحتقار، بالعكس كان حنين معاها وقرر يروح شركتها يتقدم لوظيفة علشان يخليها تعيش مرتاحة. هو رايح يقابل الشركة، عربية فخمة جدا كانت هتخبطه، ولما بص للي نزل منها افتكر إنه شايف غلط، لأن المفروض أمه شغالة نظافة مش صاحب عربية بملايين. دخل على قسم البيزنس يتقدم، لكن المدير استقبله بطريقة سيئة وقال له لو عايز تشتغل هو زي الكلب. الشاب اتصدم ورفض يهين نفسه وقال هياخد حقه من الإدارة. المدير استعان بالأمن علشان يكسروا رجله ويرموه، لكن في اللحظة دي ناس من طرف أمه ظهروا وأنقذوه. المشرفة الجميلة سمعت حكايته وأكدت هويته، وساعتها المدير العام بنفسه دخل، فصل المدير وعين الشاب رسميا في الشركة. الشاب فرح جدا وراح لأمه قالها لو الصفقة اللي داخلها كسبت العمولة هتبقى 10 ملايين دولار، وقال لها تستنى تشوفه بيتجوز ويخلف. هو رايح الاجتماع لقى راجل عجوز واقع على الأرض. مدير البيزنس المفصول قال له ما يتأخرش، الاجتماع بعد 20 دقيقة والصفقة ممكن تروح. لكن الشاب اختار ينقذ العجوز ويوديه المستشفى، وبعد ما اطمن عليه جري على الاجتماع. وصل متأخر واكتشف إنه نسي ملف مشروعه في المستشفى. مدير البيزنس استغل الموقف وحرجه قدام بنت رئيس مجلس الإدارة اللي كانت ماسكة الاجتماع. في الأول قررت تتعاون مع الشركة المنافسة وسلمت العقد للمدير، لكن المفاجأة الكبرى حصلت. رئيس مجلس الإدارة بنفسه دخل القاعة وانحنى قدام الشاب وقال قدام الكل أنا بشكرك، أنت اللي أنقذت حياتي. وطلع إن الراجل العجوز اللي ساعده من شوية هو في الحقيقة رئيس الشركة.